اللي أنا واجهته كمان قبل 4 سنوات. كان في عندي سرطان بلوطة التريس، واستأصلوا الغدد، والحمد لله بعد علاج كمان الحمد لله ما رجع، والحمد لله اتشفيت منه. بشهر 1 كان عندي واجهت كمان سرطان اللي هو أقوى اللي هو في المبايض، وبشهر 1 2014 كان في عندي عملية استأصلوا، وما كان في حاجة لإلي إنه أخذ العلاج الكيماوي الحمد لله. وأكثر شغلة شكرت ربي عليها إنه هذا الموضوع، لأنه مش بديش بنتي تمر في نفس اللي أنا مريته مع أمي قبل 5 سنين. في آفة اللي عم نعرفها من زمان وبنحكى عنها، بس بنحاول ما يحكوش عنها كمان بين النساء، أو إنه هالقد يطرح هذا الموضوع اللي هو سرطان الثدي. سرطان الثدي هو آفة بتواجهه النساء، اللي له كثير سلبيات، وله كثير صعوبة لمواجهة هذا المرض. والمرأة مشان تتحداه مش رح تقدر تتحداه لحالها، بدها مين يساعدها بدها الأهل، بدها جوزها، بدها أولادها، بدها الوعي. بسبب عدم الوعي الكافي عند نسائنا في مجتمعنا لمرض السرطان وآفة هذا المرض، مش عم بيواجهوه بالشكل الصحيح، مش عم بيتعاملوا معاه بالشكل الصحيح. يعني المرأة لما تمرض في هذا المرض بتفكر إنه عيب إنه أنا مريضة في هذا المرض، ولكن إذا هي بتكونش قوية مش رح تقدر تواجهه. وقوة الإرادة هي اللي رح تمنع ورح تساعدها إنها تشفى، وتساعدها إنها ترجع لحالها، لكونها امرأة ولكونها أم ولكونها أخت ولكونها بنت في المجتمع. بسبب عدم الوعي احنا ما بنعمل هذا الفحص في المجتمع العربي. نسبة عن معرفة بحكيها، نسبة مريضات السرطان بالثدي بالوسط اليهودي أعلى بكثير من الوسط العربي، ولكن نسبة الوفيات في الوسط العربي أعلى بأكثر من الوسط اليهودي بسبب عدم الوعي. لأنه في العيب إني أعمل هذا الفحص، في العيب إنهم يعرفوا إني مريضة. ولما المرأة تعرف، بعض النساء يعرفوا إنهن مرضى في هذا المرض السرطان الثدي بالذات، بتتقوقع، بتحس إنه نوعا ما أنوثتها بسبب الثدي، والوصول لمرحلة إنه قطع أو استئصال المرض السرطان أو الثدي، فبقلل من أنوثتها، فبتخاف، فبيكون في كثير تخوفات، بكثير ترددات، لأنه تروح تعمل هذا الفحص وطلعت النتيجة إنه لازم نمر هذا العلاج، كمان بيكون في مخاوف، فبتفضل إنه ما تنحكى، وبتفضل ما تعلن عن هذا المرض ولا إنها تواجهه. وللأسف الشديد في كمان إنه بعض الرجال اللي بتمنع نسائها إنها تعمل هذا الفحص، لأنه بيكون هو برضو بده يحافظ على رجولته أمام اللي حواليه، أمام المجتمع الذكوري، إنه امرأته هي امرأة مع أنوثة كاملة، مع ثدي مش مريض. ففي هذا الصراع اللي بيكون بين المرأة ونفسها، وبينها وبين المجتمع، وبينها وبين جوزها. لازم تكون أكثر، ولازم تتوسع أكثر، لازم تفوت للأحياء كلها، للشرائح كلها، للشرائح النساء كلها. لازم يبلش من الصبايا كمان، لأنه يفكروا إنه بس المرأة المتجوزة، في هاي المعلومة الخاطئة إنه بس الامرأة المتجوزة هي اللي ممكن يصير عندها سرطان الثدي. فلازم يكون توسيع، لازم يعني يكون أكثر موسع، ويوصل كل شريك، كل بيت وبيت، ويوصل كل حي وحي في مجتمعنا العربي. أنا بتوجه لهم إنه كل امرأة ما فوق الجيل 13 إنه تعمل فحص المبايض، لأنه هذا المرض بيصيب الفتيات حتى غير المتزوجات والمراهقات. وسرطان الثدي تعمل الفحص لأنها تقدر تحمي حالها، وإنها توصل لمرحلة إنها تتعالج، يعني إنه بضل في أمل. فما تخاف، روحوا واعملوا الفحص، وفيش إشي بيخوف. اللي بيخوف إذا بيكتشفوه متأخر وبيكون مصير نقول يا ريتنا.
سمارة نتمنى لك الصحة الدائمة. شكرا لتواجدك معنا. شكرا كثير.